ساء الفهم عند كثير من الناس، فراح يظن أن الحياة الطيبة في تكديس الأموال وفي المظاهر البراقة وفي المناصب الخداعة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما نرى. ولكن في الحقيقة الحياة الطيبة الله تعالى دلنا عليها في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في الرضا بالقضاء والقدر، في أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يهب، هو الذي قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الآية القرآنية أشارت أن الحياة الطيبة في تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي وقر في القلب، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، بأنه الرازق وأنه المعطي وأنه المانع وأنه الضار وأنه النافع. بهذا الإيمان الإنسان يحيا حياة طيبة في ظل كنف الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى يستره، وأن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه سؤله، وأن السكينة والطمأنينة في جنب الله سبحانه وتعالى، وأنه يحزن ويتحسر قلبه إذا كان بعيدا عن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح مع الإيمان، اقتران العمل بالإيمان، العمل الذي دل على أن هذا الإيمان صادق بذكر الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله في كل الأحوال، وعدم اليأس وعدم سوء الظن في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأنت مؤمنا، يعني أروا الله من أنفسكم خيرا بالعمل الصالح، وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهاد يكون بالعمل الصالح، يكون بالكلمة الطيبة، يكون بجهاد النفس، يكون بتلك الأمور. ليس مع الجهاد فقط نحصره في جهاد السيف، وإن كان لابد منه خاصة في ظل استضعاف بعض المسلمين ولا حول ولا قوة بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا الهم والحزن، وأن يرزقني وإياكم سلامة الإيمان مع العمل. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.